امامك في الصوره. هذه تشكيله الوحده وهذه الكره الملعوبه داخل المنطقه والابعاد المهمان يغيبان عن تشكيله الانوار. يقود الفريق اليوم في مباراته الثاني. عوده مره اخرى، التغطيه موجوده من عبد الله مجرشي من امام. اذا محمد حسين في مباراته امام الطائي، وهو الانتصار الوحيد للوحده هذا الموسم حتى الان. كره ملعوبه للانوار، عرضيه موجوده راسيه ويشير. اذا بدايه اولى للانوار، بدايه اولى بعد عرضيه لؤي الشهراني على راس خالد كعبي، وهدف اول جهه المقابله. مكن مجددا اللاعبين من العوده لتعديل النتيجه، لكن الخطوره مره اخرى والراسيه، ومرت اللي مرت في اللقطه الماضيه. شوف الراسيه على جهه اليسار من مؤشر. المؤشر اليوم يلعب كصانع لعب في الوحده. اعتدنا على سلمان المؤشر انه يكون دائما على الجناح الايسر، لكن اليوم فكره المصري محمود عباس بان يكون كصانع العاب. ايضا مراد خضري من المباراه الماضيه هو راس الحربه. عند الكره انطلاقه موجوده من الجانب الايسر، ولكن انقطعت، عادت مره 70 مباراه مع المنتخب العراقي. وطبعا من الاسماء المخضرمه علي عدنان. نتيجه البينيه المقطوعه من لؤي. عبد الله مجرشي الكره في الجانب الايمن، لؤي الشهراني، البينيه موجوده، خالد كعبي، المطيري. هذه محاوله للوحده لكن انقطعت من الشهراني في منتصف الميدان. فرصه لارلون، لؤي الشهراني يتقدم من الناحيه اليمين، بيزيرا البرازيلي عند الشهراني، تياغو بيزيرا لإعادة الوحدة، وهذه تصويب حلوة لكن كادت أن تسكن في الشباك. شوف تصويبة لؤي الشهراني والتصدي اللي ما كان مكتمل، وبالتالي كادت أن تكون داخل الشباك. السؤال، هل إنها تجاوزت الخط أم لم تتجاوز الخط؟ لم تتجاوز.